راح على المغرب. في ناس استاءت من فكرة إنه لحن النشيد الشريف فرضه الجنرال أوبير اليوتي، أول حاكم للمغرب بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ لفرنسا عن المغرب عشان تحمي من الشعب. تحمي مين يا ولاد؟ السلطان عبد الحفيظ. من مين؟ من الشعب. اليوتي، وركزوا معانا في الهدرة أصحابنا المغاربة، اليوتي هاد بعد ما انتهى من قطع رؤوس الثوار قرر فجأة تأسيس مغرب معاصر بيرمز له بالراية الحمراء وسلام وطني. أيوة، هو اللي تسمت مدرسة ليسيه اليوتي في كازابلانكا على اسمه. اليوتي وقتها أمر القبطان ليو مورغان قائد الفرقة العسكرية الفرنسية في المغرب بتلحين السلام الشريف، لكن بيبقى بدون كلمات. لحد وينتا؟ لحد تأهل أسود الأطلس لأول مرة في نهائيات كأس العالم بالمكسيك. فبيقرر الملك الحسن الثاني ملك المغرب يزيد عليه كلمات من تأليف الأديب علي الصقلي الحسيني عشان يرددها منتخب المغرب زيه زي باقي المنتخبات، وما فيش حدا أحسن من حدا. بس وقت اللاعبين ما عرفوش يرددوه عشان ما لحقوش يحفظوه. بس في مغاربة لما اكتشفوا انه اليوتي هو صاحب لحن النشيد الشريف استفزهم الموضوع وطالبوا بتغييره، زي ما طالبوا بإزالة تمثاله من ساحة القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء واستبداله بتمثال جريندايزر. جريندايزر على الأقل أنقذ البشرية، اليوتي مستعمر سفك دماء المغاربة. علي